مصروفاتهم وتعني في قضايا الوطن وقضايا المواطنين. قدمت 40 اقتراح برغبة لحل مشاكل الناس، وفي نفس الوقت تحملت مسؤوليتي السياسية. ولما وجدت هناك انحراف سياسي في العمل السياسي من بعض الأخوة الوزراء، قدمت استجوابين في هذا المجلس. استجواب للأخ وزير التربية والتعليم العالي، في النهاية استقال، وقدمت استجواب للأخت الفاضلة هند الصبيح في موضوعين مهمين جدا: موضوع خصخصة الجمعيات التعاونية اللي إلى الآن مجموعة كبيرة من الشركات ومن التجار يريدون الاستحواذ على الجمعيات التعاونية، لأن الجمعيات التعاونية قضية مصروفاتهم والبيع وتداور المال عندهم يصل إلى 3 مليارات. هذه القيمة الكبيرة من المال البعض لا يرتضي أن يكون بيد المواطنين العاديين، بيد الجمعيات التعاونية، بيد من يتم اختيارهم من أبناء المنطقة اللي يكونون حريصين على المنطقة أعتقد أكثر من الآخرين. ولذلك دائما يسعون إلى خصخصة الجمعيات التعاونية. وهذا كذلك أحد المشاريع المستقبلية اللي يفترض ممثلين الشعب الكويتي يقفون بقوة أمامهم، نقول لا لخصخصة الجمعيات. أعتز ببعض القوانين اللي قدمتها مع أخواني وزملائي، منها قانون نهاية الخدمة. قانون نهاية الخدمة أنا قدمته مو في هذا المجلس، من مجلسين بالسابق، وأول ما قدمته بعض الوزراء والكثير من النواب ضحكوا علي، قال معقولة يا أبو مهدي أنت مقدم قانون تبي تعطي نهاية خدمة ل350 ألف موظف كويتي؟ قلت إيه نعم. قال على أي أساس؟ قلت على أساس الدستور. الدستور يقول لا تمييز بين المواطنين. الدستور يتكلم عن مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية. عندنا 3 فئات في هذا البلد يأخذون نهاية الخدمة، اللي هم العاملين في الشركات النفطية، العسكريين، وكذلك المعلمين، ويستاهلون، وأكثر من ذلك يستاهلون. ولكن بقية الموظفين اللي عددهم 350 ألف موظف ما يأخذ نهاية خدمة. عملت جاهدا، قدمت هذا المشروع ولله الحمد في هذا المجلس بالتوافق وبدعم الزملاء تم الموافقة على هذا القانون. قانون واحد استفيد منه 350 ألف موظف الآن في الدولة، أي واحد فيهم يتقاعد يأخذ نهاية خدمة يتراوح بين 14,000 دينار إلى 30,000 دينار. قبل هالاقتراح ما كان هالقانون يستفيد. فبالتالي شوفوا لما نقول مجلس الأمة مدخل ومخرج لحلول، قانون واحد 350 ألف واحد يستفيد منه. وهذا أنا أعتقد دور أساسي أن نشوف وين ما في عدالة، وين في تمييز، نطلع مثل هذه القوانين بحيث نعطي حقوق هذا المواطن. قانون تأمين الصحي. قانون تأمين الصحي يستفيد منه 110,000 متقاعد اليوم. 110,000 متقاعد للأسف لتردي خدماتنا الصحية، لتردي الرعاية الأولية. ولكن يفترض الدولة قاعد تصرف مئات الملايين على القطاع الصحي، على المستشفيات وتجيب أطباء، ولكن سوء الخدمات وعدم العناية ارتئينا أن مؤقتا فقط مو على طول، لأن الدولة لما تبني المستشفيات وتجيب وتصرف هالملايين يفترض أن أبناء الشعب يعالجون في هذه المستشفيات، يفترض تكون متميزة. الغير كويتي اللي يجي في عقود من خلال الشركات ومن خلال القطاع الخاص، هذين مفروض الشركات والقطاع الخاص
اللي قاعد تربح الملايين هم اللي يسوون لهم الضمان الاجتماعي الصحي ويتعالجون على حساب القطاع الخاص وعلى حساب أرباب العمل. واليوم 110,000 متقاعد يستفيد منه. نعم في بعض السلبيات، كأي قانون جديد راح يتعدل هذا القانون إذا في أي سلبية بحيث يكون أفضل للمتقاعد. بالتعاون مع جمعية الدفاع عن حقوق الطفل، أول قانون تعني بقضايا الطفل والطفولة أصدرناه في هذا المجلس واللي أنا قدمته، علما أن دولة الكويت في عام 92 موقع اتفاقية حقوق الطفل، يعني صار له 25 سنة هذه الاتفاقية ترجمناها إلى واقع حقيقي. القانون يعني بقضايا الطفولة من صحة وتعليم ورعاية وأمور كثيرة إلى سن 18. من 15 سنة الصيادلة كان عندهم حلم أن يكون عندهم قانون الصيدلة. لله الحمد هذا القانون المتميز اللي أعطينا القيمة والحق للصيدلي والصيدلانية الكويتية أن يفتحون فقط الصيدليات تكون للصيادلة الكويتيين. خلال السنة القادمة لازم كل الصيدليات بما فيها اللي في الجمعيات التعاونية يكون ملك للصيدلي الكويتي، لا يحق لا للشركات ولا للمؤسسات ولا لأي واحد أن يملك صيدلي ما لم يكون صاحب الصيدلية كويتي. هذا كذلك من مجلس الأمة. فبالتالي مجلس الأمة لمن يصدر قانون واحد عشرات بل مئات يستفيدون من هذا القانون. ولذلك ليش دائما نقول أن مجلس الأمة هو المفتاح الحقيقي لحل مشاكل البلد، والكل يجب أن يهتم بهذه المؤسسة التشريعية، لأن لا خيار أمامنا في حل مشاكلنا إلا من خلال مجلس الأمة. قدمت تعديلات جوهرية على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين في موضوع نهاية الخدمة لمن يعيل المعاق، ولله الحمد خفضنا سن الاهتمام بالنسبة للرجل أو المرأة أو الأم الذي يرعى معاق، وبالإضافة إلى التقاعد المبكر أن في بعض الامتيازات. وهذا من القوانين دائما يقول لك الدولة المتحضرة هي الدولة التي تعني في كبار السن وفي أصحاب الاحتياجات الخاصة وفي الطفولة وفي الأمومة في هالناس. وبالتالي هذه القوانين أنا أعتقد مفخر الكويت، نتميز في مثل هذه القوانين الإنسانية اللي تهتم في من أعطى لهذا البلد. وكذلك أدخلنا تعديلات على قانون التعليم، وكذلك بالنسبة لي صعوبات التعليم اليوم لأسباب كثيرة. أبنائنا في سن 4 سنوات إلى 16 سنة لظروف صحية فسيولوجية نفسية، في مجموعة من أبنائنا يمرون في شيء اسمه صعوبات التعليم. اليوم أصدرنا قانون خاص لهم في العناية فيهم في مدارس خاصة ورعاية خاصة. هذه القوانين أنا أعتقد هي ثمرة جهود كبيرة تحت قبة البرلمان، نفتخر نقول إحنا كنا من مقدمين مثل هذا القوانين. الشيء الآخر أدخلنا تعديلات جوهرية على قانون الإسكان، ولا بد أشيد في هذا الموقف في جهود الأخ الوزير ياسر أبر وتعاون معنا في لجنة المرأة والأسرة، تعاون إلى أبعد مدى، واستطعنا نعدل تعديلات جوهرية اللي من صدر القانون السابق صار لهم 5 سنوات يمكن ولا امرأة أخذت سكن، خصوصا بالنسبة للمطلقات والأرامل. بعد إدخال التعديلات اليوم عشرات يقول لي الأخ الوزير تم إعطائهم هذا الحق، وراح أبين.
أول شيء عدلنا على موضوع إصدار الوثيقة. اليوم أي زوج وزوجة بعد 6 أشهر من أخذ البيت يحق إنه يصدر الوثيقة باسمهم اثنين، الزوج والزوجة، بحيث لا تحرم المرأة من حقها في السكن. بالسابق ما كان هذا الحق موجود. قللنا مساحة الشقة بالنسبة لأخواتنا المطلقات والأرامل إلى 100 متر، كان بالسابق لا يقل عن 200 متر. 100 متر شقة مناسبة، اليوم عشرات خذوا القروض. ساوينا بالقرض الإسكاني، بالسابق كان المرأة تأخذ 45,000 والرجل يأخذ 70,000، اليوم ما في فرق بينهم، الكل يأخذ 70,000. في نفس الوقت كنت أتمنى 4 قوانين واقتراحات مهمة لصالح الشعب قدمت في هذا المجلس، وكنت أتمنى أن يرى النور لأسباب كثيرة. بعضها غالبية أعضاء المجلس في التصويت للأسف وقف ضد هذا القانون، والبعض الآخر على جدول الأعمال. أولها من المجلس الماضي أصدرنا قانون المساعدات العامة بالنسبة للأمهات والأخوات اللي ما عملوا في حياتهم، اللي قاعدين متفرغين لرعاية الأسرة ورعاية أبنائهم، لهم راتب على جهودهم في عنايتهم بالأسرة. والأسرة أهم شيء اليوم في المجتمع. كل ما تكون أسرة قوية، أسرة متماسكة، أسرة في من يعتني فيها، يكون الجيل القادم جيل نستطيع أن نعتمد عليه. ولذلك تم إعطاهم معونة اجتماعية. قدمت قانون بتخفيض سن المساعدات من 55 إلى 40. للأسف أنا أقول للأسف ثالث مرة أقول، بعض أعضاء مجلس الأمة صوتوا ضد هذا القانون كأنه يدفعون من جيبهم. كان هذا القانون لو تم الموافقة عليه لكل الأمهات والأخوات اللي متفرغين لرعاية أبنائهم ولرعاية الأسرة اليوم يأخذون مبلغ 600 دينار كل شهر. القانون الثاني قدمته كذلك صرف بدل إيجار للمرأة الكويتية أنه يكون نفس بدل إيجار الرجل، لم يتم الموافقة عليه. القانون الثالث هي قانون الهبات والمساعدات. الكل يشوف اليوم في هذا البلد الحكومة قاعدة توزع مئات الملايين. حق وين؟ حق برا. دول فقيرة ما عندنا مانع، جبلنا على المساعدة، احنا بلد الإنسانية. ولكن هل يجوز نعطي مئات الملايين ومساعدات والهبات للخارج وأبناء البلد بحاجة؟ هل يجوز نعطي مئات الملايين للخارج وفي فئات كبيرة تحتاج سكن ملائم؟ هل يجوز نعطي هذه مئات الملايين والهبات والمساعدات للخارج وأبنائنا الكثير منهم منتظرين بطالة عينة، وأبناء الكويتية لا سكن لهم؟ يصير هذا الشيء؟ فقدمت اقتراح بقانون أن أي قرض أكثر من 10 ملايين أو أي مساعدة أو أي هبة يجب أن يتم موافقة مجلس الأمة عليه، لأن هذه الأموال مو ملك الحكومة. الدستور والقانون يقول هذه الأموال أموال الشعب الكويتي، وإحنا مؤتمنين على هذه الأموال. ولذلك لا يحق للحكومة أي حكومة كانت أن تبدد في هذه الأموال، حتى لو الدول الأخرى يحتاجون لهذه المساعدات. يحتاجون لهذه المساعدات، أول ننظر إلى الداخل، أول نحل مشاكلنا ومشاكل عيالنا ومشاكل أخواتنا، وبعدين نلتفت إلى الخارج. وهذا اللي نتمناه إن شاء الله. هذا القانون راح استمر في تقديمه في المجلس القادم، ولذلك اشترطوا على
من يمثلكم أن مثل هذه القوانين لازم يوافقون عليه، بحيث أن الحكومة لا تتجاهل حسب الدستور والقوانين ممثلين الشعب. إحنا دورنا الحفاظ على هذه الأموال، وأولى الحفاظ على هذه الأموال أن هذه الأموال تصرف بالداخل، وما يزيد عن الشعب الكويتي نعطيه للخارج. أما الشعب بحاجة ونصرف برا، مو مقبول هذا ولا معقولة ولا حد يرضى. نرفع البنزين على المواطنين ونعطي بنزين مخفض لدولة ثانية، هذه مفارقة لا يمكن من يمثل الشعب يقبل في هذا الشيء. الشيء الآخر كذلك ما حققناه، قدمنا زيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 75. للأسف تم عرضه على مجلس الأمة، وبالتصويت لم يوافق المجلس حتى في مناقشة هذا الاقتراح. هناك نوعية من أعضاء مجلس الأمة لما يوصلون تحت قبة البرلمان ينسون الشعب الكويتي، ينسون أصحاب الفضل عليهم. هذيل دوركم مثل ما قلت في البداية، لازم يعرفون أن يكون تحت قبة البرلمان للدفاع عن حقوق الشعب، ويكون قريب من الشعب، لا يكون قريب من أصحاب المصالح. وهذه مسؤولية كبرى علينا للمرحلة القادمة. الدولة والحكومة تقول اقتصاد ضعيف ولازم أن يكون هناك تقنين في الميزانية وكل مثل هالأمور هذه، وهنا يأتي مسؤوليتنا. لازم تكون رؤية سياسية واقتصادية واضحة من الحكومة حتى نقف وياها. أما بخلاف ذلك لا يمكن أن نقف مع أي حكومة كانت في مقابل مصالح وحقوق المواطنين والشعب الكويتي. في هذا المجلس وقفت بقوة وبوضوح بمجموعة من القوانين اللي أنا أعتقدها هي ردة دستورية، وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وقوانين تقييد للحريات، وقوانين فيها ظلم واضح على من ينطبق عليه مواد هذا القانون. على سبيل المثال قانونين الجرائم الإلكترونية والإعلام الإلكتروني، ويمكن بالبداية شفتوا الفيديو. هل يعقل واحد يعبر عن رأيه تغريدة سطر يدخل السجن 10 سنوات؟ واحد يقول أنا ما أقبل الصوت الواحد يروح السجن 4 سنوات. واحد يوقف ضد السياسة المنحرفة والسياسة غير العاقلة في بعض القضايا وفي بعض الأمور للوزراء أو للحكومة، يرفعون عليه قضية ويدخل السجن. أصلا الأصل في الديمقراطية هي الحرية، والأصل في الحرية هي إبداء الرأي. يجب أن نقف مع إبداء الرأي لكائن من كان، وندافع عن هذا الحق بالرأي حتى لو إحنا اختلفنا معه. وعندكم مواقف النواب بالنسبة لهذه القانونين. ما يصير حرية الرأي هو الأساس. هذيلي لا مجرمين ولا رايح ربع داعش ومفجرين ولا سراق، هذا عنده حرية الرأي. اليوم التعليم المتقدم، اليوم التعليم المنفتح، اليوم قضايا الحريات وقضايا حقوق الإنسان تعني في الموضوع الحرية وإبداء الرأي. فكيف من يبدي في رأيه وإن اختلفنا معاه نسجنه؟ وهم منو عاد؟ فئة الشباب اللي في بداية حياتهم، الأعمار من 21 إلى 25 سنة، في أقصى عقوبة غرامة، منع سفر، تعهد، ندخل دورة تربوية. أما أنا تسجنه فهذا كبير. موضوع كذلك قانون المسيء والحرمان من ممارسة الحق السياسي بالانتخابات.
الانتخاب والترشيح، مو من اسمه مسيء هذا القانون. يعني والعياذ بالله القانون يقول من يتعرض للذات الإلهية، وأنا بينت بالتلفزيون القانون دائما يأتي لما تكون هناك مشكلة وظاهرة يأتي لحل هذا القانون. هل عندنا ظاهرة سب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله عشان نطلع قانون من يتعرض للذات الإلهية يحرم من الانتخاب والترشيح؟ مو معقولة. وهذا إن سوى هناك ممكن ياخذ عقوبته، يندم، يعتذر، يستغفر، بس نحرمه من حق الانتخاب والترشيح اللي هو حق دستوري أصيل. في بعض الدول المتقدمة والمتحضرة اللي ما يخرج من بيته ويشارك في اختيار ممثلينهم في البرلمان يفرضون عليه عقوبة وغرامة. إنه ليش ما شاركت تختار من يمثلك في قضايا تهمك في بلدك، في مدينتك، في بيئتك، في أمور. إحنا نحرمه من حق الانتخاب والترشيح. أنا أعتقد هذه قوانين ما كانت لصالح. الشيء الأخير كذلك موضوع وثيقة إصلاح المسار الاقتصادي. هذه الوثيقة أنا أعتبرها خطيرة جدا. صحيح هي ما يتم قانون، ولكن هذه الوثيقة وذهبت إلى أولا إلى اللجنة المالية، وبما أنه غير قانون ليش اللجنة ناقشت هذه الوثيقة؟ من الأساس كانت عندهم نية مبيتة بالنسبة لهذه القضية. وهذا تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وفي نهاية التقرير وأنا راح أعطيه للصحافة وبي ينشرونه، لأن يقولون هذا مو قانون وما ناقشناه وهذا كلام بس كذا ورديناه مرة ثانية. والتقرير يقول وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبإجماع أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة. هذا تقرير وموقع من رئيس اللجنة ومن المقرر، ويتضمن الكثير هذه الوثيقة. منها بس شيء واحد اللي الكل الآن قاعد يتبرى منه، قضية البنزين. هذه صفحة 28 تحرير أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية مع مراعاة أصحاب الدخل المحدود اللي أعطوكم 75 لتر كأنه منه، وهذه إهانة للشعب أنا أعتقد. زين، هاي الوثيقة وهذا التقرير بإجماع. نأتي البعض يقول هذه الوثيقة ما تم مناقشتها في مجلس الأمة ولا تمت الموافقة عليها. هذه الورقة من مضابط مجلس الأمة، الأمانة العامة، إدارة القرارات التشريعية، الفصل التشريعي الرابع عشر، دور انعقاد العادي الرابع، موجز قرارات الجلسة العلنية العادية رقم 13 المعقودة يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 ميلادية الساعة 9:30. هذا كذلك راح أعطيها للصحافة وإن شاء الله ينشرونها. في النهاية شو تقول؟ نوه السيد رئيس المجلس عن إعادة التقرير 22 اللي هو معني بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأخذ ملاحظات الأعضاء ومن ثم إحالته إلى الحكومة، وذلك خلال أسبوعين، فقرر المجلس الموافقة على ذلك. وهذا إن شاء الله راح ننشرها إن شاء الله الأخوان، لأن البعض يقول لا ما وافقنا على الوثيقة ولا وافقنا على زيادة البنزين ولا وافقنا على كل هالقضايا اللي قاعد تطرح. هذه أوراق رسمية من محاضر مجلس الأمة ومستندات رسمية تثبت أن هذه القضية تمت الموافقة عليها في مجلس الأمة. واللي يقول ما تمت أقول لك تمت هذه الأوراق.
الوثيقة تتضمن ترى أشياء ثانية، تخفيض اللي يشتغل في القطاع الخاص، تخفيض 10% من الدعم لدعم العمالة اللي يشتغلون في القطاع الخاص، 10% من القيمة. وتتضمن تخصيص 97 محطة بنزين، تخصيصها أخذها من الحكومة. احنا نقول مع التخصيص ولكن للشباب الكويتي، مو للشركات، مو للمؤسسات، مو للتجار، يعطون للأفراد الكويتيين أصحاب الدخول المحدودة نوافق، أما يعطونها للتجار ما نوافق أبداً. والدليل على ذلك المجلس 96 وافقوا على تخصيص حوالي 50 محطة وقود. تشوفون المحطات الخاصة كانوا يشتغلون فيها كويتيين محاسبين ومراقبين وملاحظين وإداريين، اليوم كلكم قاعد تروحون المحطات، اكو واحد كويتي يشتغل في المحطات؟ هذا مصير الخصخصة اللي ما فيها ضوابط. لازم خصخصة بضوابط بحيث لا يقل عن عدد الكويتيين 50% من العاملين في أي شركة تتعرض للخصخصة، ولا راح تصير مثل حتى بعض الشركات الاتصالات أنهوا خدمات عشرات من عيالهم، خصخصة بدون ضوابط، نتيجة معروفة. يقول بدل ما أوظف كويتي 700 دينار أو 800 دينار، أي غير كويتي أعطي 200 دينار بمعاش واحد أوظف 5. لا، هذه الخصخصة ضد الإرادة الشعبية، ضد مصلحة البلد، ضد ترغيب الشباب إلى العمل في القطاع الخاص. وفيها كذلك ضريبة المضافة اللي كلكم تابعتوا 1/1/2018 راح يطبق علينا ضريبة المضافة 5%. كل هذا استنادا إلى شيء واحد، يعني الحكومة سوت كل هذا. أكو وكالة اسمها وكالة مودز، هذه الوكالة تم إنشائها في عام 1909. عندها معلومات، تجمع المعلومات، استنادا إلى المعلومات هذه تقول وجهة نظرها بالتصنيف الائتماني لأي دولة. طيب إذا كانت المعلومات فيها نسبة اختلال أو اختلاف لو 10%، النتيجة تختلف، وبالتالي لا يمكن الاعتماد خصوصا على هذه الوكالات في التصنيف إذا ما تكون المعلومات دقيقة عندهم. ترى كل استطلاعات الرأي في الانتخابات الأمريكية